السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شباب أولى ثانوي، يا مساء الأنوار على الشباب الشطار. معانا النهاردة حل النموذج الرابع، اللي أول سؤال بيقول فيه: ما النسبة بين عدد الكروموسومات في الخلية الجسدية إلى عدد الكروموسومات في خلية المشيج لنفس الكائن؟ ماشي يا دكتور. والله يا دكتور تعال نفكر فيها كده. والله يا دكتور أنا عارف إن الكروموسومات في الخلايا الجسدية بتكون عبارة عن العدد الكامل للكروموسومات اللي هو 2N. ده فين؟ ده في الخلايا الجسدية، نحطها ناحية الخلايا الجسدية 2N. طيب يا دكتور، واعرف يا دكتور ان عدد الكروموسومات في خلايا المشيج بيبقى نصف العدد الكامل من الكروموسومات اللي هو بيبقى ان. فيا دكتور ان دي يعني واحد، يعني عدد الكروموسومات في الخلايا الجسديه 2 الى 1 في الخلايا المشيج لنفس الكائن. يا دكتور والله يا دكتور انا ما اعرفش موضوع ال 2 ان وما اعرفش موضوع الان. انا كل اللي اعرفه يا دكتور ان الانسان الخلايا الجسديه بتاعته بتحتوي على 46 كروموسوم. واعرف يا دكتور ان خلايا المشيج، ان عدد الكروموسومات في المشيج بيبقى عباره عن 23 كروموسوم. يبقى في الانسان عدد الكروموسومات في خلايا جسديه بيساوي 46 كروموسوم، وعدد الكروموسومات في خليه المشيج بيساوي 23 كروموسوم. يعني كام؟ يعني برضه يا دكتور 2 الى 1. طيب يا دكتور والله انا كل اللي انا اعرفه ان الخلايا الجسديه بيكون فيها العدد الكامل من الكروموسومات اللي هو بيساوي 1. ماشي يا سيدي. ومثلا عدد الكروموسومات في خليه المشيج المؤنث بيكون فيها نص الموجود في الخليه الجسديه، يعني بيساوي نص. طب ما هو 1 الى نص يعني معناها 1 الى 2، وده معناها 2. 1 الى نص معناها 2 الى 1. وكده يا شباب احنا حليناها باكتر من طريقه اللي هو 2 الى 1. ليه؟ لان عدد الكروموسومات في خلايا جسديه بتساوي 2N، وعدد الكروموسومات في خلايا المشيج بيساوي ايه؟ بيساوي المشيج نفس الكلام بيساوي ايه؟ بيساوي N. ف2 الى 1 او 2N الى ايه؟ الى 1N. هنشيل N مع الN يبقى ايه؟ 2 الى 1. حلناها باكتر من طريقه، اختار اي طريقه تعجبك فيهم، فالاجابه هتبقى يا شباب هتبقى ب. السؤال الثاني معانا بيقول لك: ما ترتيب الطائفه في التسلسل التصنيفي للكائنات الحيه؟ هتيجي يا دكتور تقول لي: والله يا دكتور انا مش عارف احفظ التسلسل التصنيفي للكائنات الحيه بالترتيب. هقول لك احنا عملناها في حته بسيطه جدا 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 جدا. والله جبنا اول حرف من كل كلمه وطلعنا كلمه اسمها مشتر عجن. ميم مملكه، والشين شعبه، والطه طائفه، والره رتبه، والعين عائله، والجيم جنس، والنون نوع. يبقى اسمها مشتر عجن. خدنا اول حرف من كل كلمه. مشتر مشتر عجن. ماشي يا دكتور. بيقول لك يا دكتور في السؤال بعيدا بقى عن مشتر عجن ومش عجن والكلام ده، بيقول لك: ما ترتيب الطائفه في التسلسل التصنيفي للكائنات الحيه؟ بص يا سيدي، انا بص على الطائفه اللي هي هنا اهو، دي الطائفه صح؟ والله يا دكتور اول حاجه الطائفه بالنسبه للشعبه ايه؟ والله يا دكتور انا شايف الشعبه اهي فوق الطائفه، يعني الطائفه بعد الشعبه اللي قبل. الطائفه يا دكتور اهي زي ما انت شايف اهي بعد الشعبه، جايه بعد الشعبه، جايه بقى ايه؟ بعد الشعبه، تالي الشعبه. طيب يبقى اول حاجه الطائفه ايه؟ والله يا دكتور الطائفه تالي الشعبه. انا اكتب كده اول حاجه كده: الطائفه تالي الشعبه. طب ماشي جميل جدا. طب يا دكتور الطائفه بالنسبه للرتبه ايه؟ والله يا دكتور بص الطائفه اهي فوق الرتبه، يعني قبل الرتبه، يعني تسبق الرتبه اهي، قبل الرتبه فوق الرتبه، تسبق تسبق الرتبه. يبقى الطائفه يا دكتور تلي الشعبه لكنها تسبق الرتبه. تسبق تسبق الرتبه. تعال نشوف الاجابه دي مين معانا. والله بيقول لك تسبق العائله وتلي الجنس. تسبق العائله ممكن انها تسبق العائله لكن لا تلي الجنس. هي تسبق العائله ماشي لكن لا تلي الجنس، يبقى دي مش معانا. ليه؟ هي تسبق العائله وكمان تسبق وكمان تسبق الجنس، يبقى مش معانا. بيقول لك تسبق النوع وتلي الشعبه. تسبق النوع، تسبق فين النوع؟ تسبق النوع وتلي الشعبه. ماشي، هي تلي الشعبه ماشي لكن تسبق النوع لا، هي تسبق على طول الرتبه مش الشعبه، يبقى برضه دي مش معانا. هي ممكن تمشي لكن انا عايز اشوف اجابه افضل منها. طب يا دكتور تعالى نبص كده، بيقول لك تسبق الرتبه وتلي الشعبه. تسبق الرتبه وتلي الشعبه، دي. طب ليه يا دكتور ما اختارش رقم ب؟ مع انها تسبق النوع، يعني لو قلت انها النوع اهو، هي فوق النوع، يعتبر هي فوق النوع. ماشي، هي الاجابه دي ممكن تمشي في الامتحان لو انت مش لاقي غيرها، لكن لو في اجابه افضل منها زي دي اللي هو اللي فوقها مباشره واللي تحتيها مباشره يبقى اختارها افضل. ماشي يا شباب، يبقى انا هختار ج. طب يقول لك تسبق المملكه، هي تلي المملكه، المملكه فوقيها فهي تلي المملكه، يبقى دي مش معايا. وتلي العائله، هي دي ممكن تمشي لكن طبعا الافضل ان انا هي تلي الشعب على طول. هي تلي العائله ماشي لكن الافضل انها تلي الشعبه لانها لانها بعد الشعبه على طول، يبقى دي مش هتنفع معايا. يبقى الاجابه عندي لا، هي تلي العائله. يبقى الاجابه عندي يا شباب هتبقى ج. السؤال الثالث معانا بيقول لك: ما نسبه افراد الجيل الثاني الناتج من تهجين فردين نقيين مختلفين في زوج من الصفات المندريه؟ بيقول لك في
في زوج من الصفات المندليه. يعني عايز هو ايه؟ عايز يكونوا مختلفين يا دكتور في زوج، يعني في جينين من الصفات الايه؟ من الصفات المندليه يعني مش زوجين، زوج واحد. طب يا دكتور يعني ايه معنى فردين نقيين مختلفين؟ والله فردين نقيين مختلفين يعني عايز الفرد السائد النقي اللي هو مثلا اس كابيتال اس كابيتال اللي هو بذوره ملساء، وعايز الفرد المتنحي اللي هو اس سمول اس سمول. طب يا دكتور هنحل السؤال ده ازاي؟ والله السؤال ده احنا هنجوزه من بعض ونشوف هيطلع ايه. والله هنضرب كده الاس كابيتال اس كابيتال اهو، الاس كابيتال اس كابيتال في الاس سمول اس سمول، اس سمول اس ايه؟ اس سمول اس سمول. ماشي يا سيدي. طب يا دكتور اول حاجه كده نجيب الايه ده كده البيرنس. تعالى كده يا دكتور نجيب الجاميتات. والله تعالى كده نجيب الجاميتات من هنا. هو الاس كابيتال اس كابيتال دول مش شبه بعض؟ يبقى ناخد جاميته واحده بس، اس كابيتال اهي معايا. ودول يا دكتور مش شبه بعض؟ مش هاخد شبه بعض، يبقى اخد واحده منهم بس. طيب هضرب دي في دي، اس كابيتال في اس كابيتال في اس سمول، يبقى اس كابيتال اس سمول اللي هي ده ايه؟ ده الاف 1 يا دكتور. ايوه يعني ايه اف كابيتال اس كابيتال اس سمول؟ والله يا دكتور ده فرد دي افراد لها بذور ملساء هجينه. افراد لها ايه؟ افراد لها بذور ملساء هجينه. ماشي يا دكتور. انا عايز بقى افراد الجيل الثاني. انا كده جبت افراد الجيل الايه؟ الاولاني. عايز افراد الجيل الثاني. خلاص هضرب الاس كابيتال اس سمول في الاس كابيتال اس سمول في الاس كابيتال اس سمول واجيب منها الجاميتات. تعالى كده نجيب الجاميتات اهو، الجاميتات. طيب هاخد من هنا الاس كابيتال، انا عندي اس كابيتال اس سمول شبه بعض؟ لا، يبقى اخد اس كابيتال واخد اس سمول يا دكتور عادي جدا. ماشي يا سيدي. وهنا عندي الاس كابيتال اس سمول شبه بعض؟ لا يا دكتور، يبقى هاخد الاس كابيتال واخد الاس سمول عادي جدا. ماشي. ده يا دكتور بالنسبه لي رقم واحد، وده بالنسبه لي رقم اثنين، وده بالنسبه لي رقم واحد، وده بالنسبه لي رقم اثنين. ماشي يا دكتور. هضرب الاول في الاول يبقى اس كابيتال اس كابيتال. يا دكتور هضرب الاول في الثاني يبقى اس كابيتال اس سمول. يا دكتور هضرب الثاني في الاول يبقى اس كابيتال اس سمول. يا دكتور هضرب الثاني في الثاني يبقى اس سمول اس سمول. رائع جدا. طيب انا عايز اعرف الراجل ده ايه. والله يا دكتور الراجل ده بذوره ملساء نقيه. رائع. والناس دول والله ده طبعا الاف 2. طيب والناس دول يا دكتور؟ والله يا دكتور بذورهم ملساء هجينه عادي جدا. ماشي يا دكتور. والراجل ده؟ والله الراجل ده بذوره مجعده. ماشي يا دكتور يا جميل انت عسل. المهم يا دكتور فين الصفه السائده؟ والله الصفه السائده اللي هي الملساء ظهرت بنسبه كام؟ والله يا دكتور ظهرت بنسبه 3:1. 3 افراد ملساء او 3 افراد صفه سائده الى 1 صفه هجينه. 3 افراد طلعوا ملساء البذور وصفه واحده طلعت مجعده اللي هي الصفه المتنحيه. يعني يا دكتور هيطلع عندي نسبه الافراد الجيل الثاني من تهجين هيبقى 3 نفس الشكل اللي هم الملساء، وواحد بس اللي هو بذوره مجعده. 3:1. يبقى الاجابه يا شباب الاجابه الف. السؤال الرابع معانا بيقول لك اي الكائنات الحيه التاليه. ماشي يا سيدي. تكون نواتها غير محاطه بغشاء نووي. يا دكتور يعني ايه نواتها غير محاطه بغشاء نووي؟ بص يا سيدي، نواتها غير محاطه بغشاء نووي يعني عنده نواه اوليه. يبقى انت كده هتفكر في دماغك والله مين يا دكتور اللي كان نواته اوليه او نواته بدائيه. افتكر انا برضو ليا كده لمسات. نواته بدائيه، نواته اوليه، بدائيه يبقى مملكه بدائيات يا دكتور. نواه بدائيه او نواه اوليه يبقى مملكه ايه؟ يبقى انا بدور يا دكتور على مملكه بدائيات. رائع جدا. طب بص معايا، البراميسيوم دي مملكه طلائعيات تنفع معايا؟ لا، انا بدور على حاجه تكون طبع مملكه البدائيات اللي النواه بتاعتها كانت اوليه. يعني ايه اوليه؟ يعني غير محاطه بغشاء نووي. يا دكتور الدياتومات برضو طلائعيات مش هتنفع معايا. يا دكتور البلازميديوم برضو مملكه طلائعيات مش هتنفع معايا. طب يا دكتور النوستوك؟ النوستوك ده كان من مملكه البدائيات. ايوه يا دكتور كان مملكه بدائيات مجموعه البكتيريا الحقيه، وكان من البكتيريا ذاتيه التغذيه اللي بيصنع غذائه بنفسه بسبب وجود الكلوروفيل. كان في كلوروفيل وليس بالاستداد خضراء. يعني النستك فيه كلوروفيل وليس بالاستداد خضراء. ركز جدا من الملحوظه دي، في كلوروفيل وليس بالاستداد خضراء. يعني الاجابه عنها يا شباب د. السؤال الخامس معانا بيقول لك اي الافراد التاليه ماشي تنتج من اخصاب حيوان منوي طبيعي. يعني ايه حيوان منوي طبيعي يا دكتور؟ والله حيوان منوي طبيعي يعني 22 يا اكس يا واي. يا اكس ايه يا واي؟ انا عايز اعرف هو اكس ولا واي. والله يا دكتور بيقول لك ده يحتوي على كروموسوم الحياه لبويضه. ده يحتوي على ايه؟ على كروموسوم الحياه. يعني الحيوان المنوي ده مش عنده كروموسوم الحياه. طب مين يا دكتور كروموسوم الحياه عندي؟ والله كروموسوم الحياه عندي هو اكس. يبقى لا يحتوي على كروموسوم الحياه يعني لا يحتوي على اكس. طيب يبقى واي. ما انا يا شباب ما انا الحيوان المنوي يا 22 اكس اهو، يا 22 اكس يا 22 واي. يحتمل الاحتمالين. طيب انا بيقول لك ان هو لا يحتوي على كروموسوم الحياه، يبقى مش 22 اكس، يبقى هو 22 واي. طيب يا دكتور ايوه، اي تنتج من اخصاب حيوان منوي طبيعي لا يحتوي على كروموسوم الحياه. ايوه لمين؟ لبويضه طبيعيه.
يعني ايه بويضه طبيعيه يا دكتور؟ بويضه طبيعيه دي يا دكتور يعني 22 اكس، ملهاش حل تاني. طب جوزهم لبعض كده، 22 و22 يعني 44، واكس وواي يعني اكس واي. ده مين ده يا دكتور؟ والله ده يا دكتور 44 اكس واي، ده ذكر عادي جدا ما فيهوش مشاكل. 44 زائد اكس واي، ايه المشكله؟ طب يا دكتور عايز اسالك سؤال واحد كمان. يا دكتور هو انا بيقول لك ان هو قايل تنتج من اخصاب حيوان منوي طبيعي. طب يا دكتور لو كان شال طبيعي كده وقال لك تنتج من اخصاب حيوان منوي لا يحتوي على كروموسوم الحياه، يعني مثلا حيوان منوي 22 زائد 0 مع بويضه طبيعيه 22 زائد اكس، يعني تبقى 44 اكس، يبقى دي مين؟ يبقى انثى ترنر. انا عارف ان طبعا كمنهجك بيقول لك المشكله تبقى في الايه؟ في البويضه، لكن لا، ممكن المشكله تبقى في الحيوان المنوي، وفي الاخر برضه هيطلع ايه؟ هيطلع انثى ترنر. لكن هو ادام قال لي حيوان منوي طبيعي يبقى حيوان منوي فيه 22 ايه؟ واي، يبقى هو فيه كروموسوم جنسي لانه طبيعي مع 22 اكس. 44 زائد اكس واي ده يعني هو ده ايه؟ ذكر طبيعي. طبعا ذكر داون ده يعني 45 زائد اكس واي، مش معايا الكلام ده، انا عندي 44. انثى عاديه دي يعني اكس اكس، فهو قال لي لا يحتوي على كروموسوم الحياه، يبقى مش انثى عاديه. انثى داون دي يعني محتاجه اكس اكس، فده طبعا مش عندي، ومحتاجه كمان كروموسوم زياده في الكروموسومات الجسديه، وده طبعا مش عندي. فالاجابه عندي هتبقى ايه يا شباب؟ هتبقى 1000. السؤال السادس معانا بيقول لك اي مما ياتي ماشي يعتبر من الاعشاب البحريه ماشي التي تتكون من خيوط متماسكه بغلاف هلامي. صلي على النبي كده معايا وركز. بص يا سيدي، والله يا دكتور انا كان عندي في مملكه النبات، عشان بيقول لك اعشاب بحريه مملكه النبات. مملكه النبات دي كان فيها مين؟ والله يا دكتور افتكر معايا كده ان مملكه النبات كان فيها شعبه الطحالب الحمراء. وشعبة الطحالب الحمراء دي هي اللي كان خيوطها متماسكة، بتتماسك بغلاف ايه؟ بغلاف هلامي. يبقى شعبة الطحالب الحمراء اللي هي من مملكة النبات كان خيوطها متماسكة بغلاف هلامي. ايوه يا دكتور، انا عايز اعرف شعبة الطحالب الحمراء دي كانت جاية علينا ايه؟ كان منها مين؟ كان منها الكائن بتاعها كان اسمه ايه؟ والله الكائن بتاعها كان اسمه البوليسيفونيا. بوليسفونيا، البوليس وفونيا، البوليسي ايه؟ البوليسيفونيا. يبقى انا الاعشاب البحريه اللي تتكون من خيوط متماسكه بغلاف هلامي هي ايه؟ هي البوليسيفونيا. طب تعالى يا دكتور بيقول لك الاسبروجيرا. والله يا دكتور الاسبروجيرا دي كان تبع مملكه النبات ماشي، بس كانت تبع طحالب، شعبة الطحالب الخضراء، وكان خيوطه غير متفرعة. خيوطه غير متفرعة؟ لا أنا عايز يا دكتور اللي خيوطه متماسكة بغلاف هلامي، يبقى ده مش هينفع معايا يا دكتور. طب الفيوكس، طب ما الفيوكس دي يا دكتور كان برضو مملكة النبات، شعبة الطحالب البنية اللي كان خيوطها بسيطة أو متفرعة. لا خيوطها بسيطة أو متفرعة، لا أنا عايز اللي خيوطه متماسكة بغلاف هلامي اللي هو تبع شعبة الطحالب الحمراء اللي هو البوليسيفونيا، يبقى هختار جيم. طب يا دكتور الدياتومات، والله الدياتومات دي كان من مملكة الطلائعيات، شعبة الطحالب الذهبية، وكان أهم حاجة بتميزه إن كان جداره يتكون من مادة زجاجية فيها مادة السيليكا. المادة الزجاجية فيها إيه؟ مادة السيليكا. يبقى برضه دي مش إيه؟ دي مش معايا، فالإجابة عندي هتبقى إيه يا شباب؟ هتبقى ج. السؤال السابع معانا بيقول لك إذا كانت فصيلة دم والد ووالدة الأب أو، يعني والد الأب ووالدة الأب كان فصيلتهم أو، ما فصيلة الدم التي من المستحيل أن تكون بين فصائل دم أحفادهم؟ بص يا سيدي، انا في ست اتجوزت في ست كان فصيله دمها او مع راجل اتجوزت راجل كان فصيله دمه برضه او ماشي. خلفوا عيل، خدنا او من هنا في الجميطات وخدنا او من هنا، جربنا او في او، فخلفوا عيل برضه فصيله دمه ايه؟ فصيله دمه او. ماشي يا دكتور. فهو عايز يعرف الاب ده اللي هو ابو الابن اللي احنا خلفناه ده لما يتجوز واحده سواء فصيله دمها او او فصيله دمها اي بي او فصيله دمها اي او فصيله دمها بي، صعب الاحفاد بتاعتها اولادها مش هيطلعوا في فصيله دمهم ايه؟ والله يا دكتور انا لو خدت الاو دي فخدت منها الجمله. تعالى بص كده معايا، بص كده معايا، انا معايا راجل كده او الاب هنا او اتجوز مع الام دي بقى سواء فصيله دمها اي بي مثلا، فهطلع من هنا الجميطات. خد الاو دول متشابهين فاخد منهم واحده بس، ودول مش متشابهين فاخد هنا الايه وهاخد هنا البي بسرعه كده. صح ولا مش صح؟ صح. هضرب الاول في الاول فهيبقى اي او، وهضرب الاول في التاني فهيبقى بي او. فصيله دم A بنسبه 50% ظهرت، وفصيله دم B بنسبه 50% ظهرت. ماشي يا دكتور. طب لو خدت الراجل اللي هو او ده ده اتجوزته من واحده فصيله دمها او، والله يا دكتور او هاخد هنا الجميطات هيطلع هنا او عشان متشابهين، وهاخد برده هنا او عشان متشابهين، فاو في او فهيطلع ايه؟ او الابناء ظهروا فصيله دمهم او بنسبه 100 او فصيله دمهم او بنسبه 100%. طب يا دكتور لو جوزتهم مثلا بدل شلت الاو دي وخليت مثلا واحده ايه والله ايه يبقى كل الجيل هيطلع ايه؟ هاخد من هنا الجميطات فهاخد من هنا الاو وهاخد من هنا الايه وهضرب ايه في او فهيطلع او ابناء فصيله دمهم ظهرت بنسبه 100%. ايه بنسبه 100%.
لو ضربتها للبي هيطلع ابناء فصيله دمهم بي بنسبه 100%. طب يا دكتور ايه الفصيله اللي مش طلعت عندي؟ والله يا دكتور الفصيله اللي مش طلعت عندي هي الاي بي. طب ليه يا دكتور فصيله الدم الاي بي مش طلعت عندي؟ بص، عشان اعمل فصيله دم اي بي لازم يكون عندي حاجتين. ايه هما الحاجتين يا دكتور؟ لازم الاي دي تيجي من الاب والبي دي تيجي من الام، او الاي دي تيجي من الام والبي دي تيجي من الاب، العكس يعني ممكن دي تيجي من الاب ودي تيجي من الام او العكس. طب يا دكتور انا عندي الاب او يعني اصلا ما فيهوش ايه، يبقى عمره ما هيطلع اي بي، بس كده. يبقى انت ممكن اصلا تحلها بالنظر. ازاي يا دكتور؟ يا دكتور انا الاب اللي هو والد الاحفاد اللي هو ابن والد الاب اللي هو ابنهم طلع فصيله دم او. طب يا دكتور انا عشان اطلع فصيله دم اي بي محتاج ايه؟ والله محتاج ايه من الاب او بي من الاب. والله الاب ما فيهوش ولا ايه ولا بي، يبقى اكيد عمره ما هيطلع ابن ايه، عمره ما هيطلع ابن ايه بي ايا كان بقى الزوجه اللي هو اتزوجها او مراته. فكده كده عمره ما هيطلع ابن ايه بي، لان هو فاقد الشيء لا يعطيه، ولا عنده ايه ولا عنده بي عشان يطلع عياله ايه بي. فالاجابه هتبقى ايه يا شباب؟ هتبقى د. السؤال التاسع معانا بيقول لك اي مما ياتي لا يمكن ان يرث جين الهيموفيليا من الاب المصاب. طيب اول حاجه هسالك كده، هو جين الهيموفيليا او مرض الهيموفيليا ده كانت من ايه؟ والله يا دكتور ديت كانت من الصفات المرتبطه بالجنس. طيب يعني ايه صفات مرتبطه بالجنس يا دكتور؟ الصفات المرتبطه بالجنس دي يعني صفات بتحمل على الكروموسوم الجنسي اكس. بتحمل على ايه؟ بتحمل على الكروموسوم الجنسي اكس. طب يا شباب بتحمل على الكروموسوم الجنسي اكس، يبقى الراجل ده هيبقى اكس واي. مش هو راجل؟ طيب احط هنا اتش كابيتال ولا اتش سمول؟ هتسال نفسك كمان سؤال، هو كان التركيب اللي كان بيسبب مرض الهيموفيليا كان بيبقى سائد ولا كان بيبقى متنحي؟ والله يا دكتور عشان يظهر عندي مرض الهيموفيليا لازم يكون عندي الجين متنحي، يبقى اتش ايه؟ يبقى اتش سمول، يبقى هو اكس اتش سمول واي. يبقى انا اول حاجه كده عندي الراجل ده هيبقى اكس اتش سمول اكس اتش سمول واي. هسألك كمان سؤال بقى، الراجل ده بيورث الواي ده لمين؟ والله يا دكتور الراجل ده بيورث الواي دي لأبنائه الذكور. طب الواي دي يا دكتور ما تشيلش، الاتش، لا الواي ما تشيلش الاتش، يعني الواي ما بتنقلش الصفه؟ لا ما بتنقلش الصفه. ليه يا دكتور؟ لان الواي يا شباب ضعيفه صغيره اخرها تشيل صفات الذكوره، ما تشيلش هي بقى ولا صفات مرتبطه بالجنس ولا مش صفات مرتبطه بالجنس، هي مالهاش دعوه، هي ما تشيلش الصفات دي، هي اخرها تشيل الصفات المرتبطه بالذكور. فانا الواي دي هروح اوديها لابن الذكر. طب الاكس دي هوديها لمين؟ والله يا دكتور الاكس دي هوديها لابناء الاناث، يعني انا ابناء الاناث هياخدوا مني الاكس دي، صح؟ يعني مين اللي ممكن اللي انا اصيبه بالاكس دي؟ والله يا دكتور اللي انا ممكن اصيبه بالمرض ابناء الاناث. طب ابناء الذكور؟ لا ابناء الذكور مش هصيبهم بالمرض. ليه؟ لان هم اصلا بيرثوا مني الواي مش الاكس. يبقى انا الابناء الذكور مش هصيبهم بالمرض، لكن ابناء الاناث هسيبهم بالمرض. طب يا دكتور بالنسبه لاحفاد الاناث واحفاد الذكور، صلي على النبي. انا دلوقتي الراجل ده مريض، سواء مثلا اتجوز ده مثلا لواحده مريضه مثلا زيه اكس اتش سمول. انا عايز اطلع البنات، والله البنت هتاخد اكس من امها واكس من ابوها، فهتاخد الاكس اتش سمول من ابوها وهياخد الاكس اتش سمول من امها، صح كده ولا انا غلطان؟ صح يا دكتور، ماشي. سواء بقى اتجوزت الاكس اتش سمول دي اكس هيروح للذكر، اكس هيروح لابن، طلع الجاميطات. سواء مثلا اتجوزت راجل اتجوزت راجل سليم وطلع هنا الجاميطات، ده دي الابنه اللي طلعت، اللي هي الابنه المصابه اللي طلعت. ايوه يا دكتور الابنه دي هتطلع الجاميطات، هطلع منها هطلع منها اكس اتش سمول. رائع جدا يا دكتور. طيب عشان متشابهين ده الجاميطات. طب الراجل ده، والله الراجل ده هطلع منه الاكس اتش كابيتال وهطلع منه الواي. رائع جدا يا دكتور. طيب جوزهم كده الاول في الاول، اكس اتش سمول في اكس اتش كابيتال يبقى اكس اتش سمول اكس اتش كابيتال. طب يا دكتور الاول في الثاني يبقى اكس اتش سمول واي. طيب المرض ده اتورث لمين؟ والله يا دكتور المرض ده اتورث للابناء الذكور، والمرض ده كمان اتورث صفه جين منه لابنائه الاناث. يعني الراجل ده لو كان راجل مريض بقى بالهيموفيليا ومره بقى كله بقى يتجوز ويبقى عنده هيموفيليا، كان الست دي هتبقى اكس اتش سمول. طب اكس اتش سمول دي يا دكتور يعني حتى البنت اللي هي حفيده الراجل دوت طلعت مريضه بالهيموفيليا، وابن اللي هو حفيد الراجل دوت طلع مريض بالهيموفيليا. يعني عشان الراجل ده بس مريض بالهيموفيليا طلع عيال ولاده مريض بالهيموفيليا. ده امتى؟ ده لما يكون متجوز واحده مريضه بالهيموفيليا، ولما تكون بنته كمان اتجوزت واحد مريض بالهيموفيليا.
فحتى هو لو ورث لبنته، فبنته هتورث الجين ده لايه؟ للابناء الذكور والابناء الاناث عادي جدا. لكن هو ما بيورث ابناء الذكور، مستحيل، عمره ما هيورث ايه؟ عمره ما هيورث ابناء الذكور، اللي هي الاجابه دي يا شباب. السؤال العاشر معانا بيقول لك اي مما ياتي من ارقى الفقاريات التي تعيش في الماء. والله يا دكتور انا عايز افكرك بحاجه. اول حاجه يا دكتور، انا كان عندي مملكه اسمها مملكه الحيوانات، كان فيها شعبه اسمها شعبه الحبليات. شعبه الحبليات دي يا دكتور كانت من ارقى الكائنات الحيه. طب هسالك كمان سؤال يا دكتور، في شعبه الحبليات دي مين كان ارقى طائفه فيها؟ انا خدت فيها اكتر من طائفه، طائفه الاسماك الغضروفيه، طائفه الاسماك العظميه، الاسماك اللافكيه، ايا كان. مين يا دكتور اللي كان فيه ارقى طائفه؟ بص، اخر طائفه خدناها هي ارقى طائفه، اللي هي طائفه الثدييات، هي ارقى طائفه في من طوائف الشعبة الحبليات. يبقى انا بدور على حاجه هنا اللي هي ارقى الفقاريات، لازم دي تكون من ايه؟ من شعبة الثدييات. يبقى انا بدور هنا ايه؟ على شعبة ثدييات، ما لقيتش اخش على البر المائيات، ما لقيتش اخش على الزواحف، ما لقيتش اخش على البر المائيات. يبقى اسماك بعد كده، الاسماك الايه بعد كده يبقى انا ما لقيتش الثدييات اخش على الزواحف، ما لقيتش الزواحف اخش على ايه؟ ما لقيتش الزواحف اخش على الاسماك، اخش على البر المائيات. طب ماشي يا دكتور، انا عندي هنا اسماك اللامبري اللي هي من طائفة الاسماك اللافكية، ماشي يا دكتور. وعندي هنا التلافين اللي هي من الثدييات، ماشي يا دكتور. وعندي هنا اسماك القرش اللي هي من الاسماك الغضروفيه، ماشي يا دكتور. وعندي هنا اسماك الراي اللي هي من الاسماك الغضروفيه، ماشي يا دكتور. انا عندي اكتر حاجه هنا راقيه الثدييات، ثم الاسماك الغضروفيه، ثم الاسماك الفكيه. طب انا عايز ارقى حاجه، يبقى انا اختار الثدييات. طب عايز اقل حاجه رقيا، يبقى انا اختار ايه؟ اسماك اللامبري. بس انا الاجابه عندي هتبقى ارقى الفقاريات، اللي هي الاجابه ايه؟ اللي هي الاجابه ايه يا شباب؟ ب. السؤال ال 11 معانا بيقول لك تزوج رجل فصيل الدم او مصاب بمرض عمى الالوان. ايوه، رجل فصيل الدم او، ايوه رجل فصيل الدم او يعني او. ويقول لك مصاب بمرض عمى الالوان، يعني ايه يا شباب مصاب بمرض عمى الالوان؟ والله يا دكتور مصاب بعمى الالوان، اول حاجه هو الراجل ده اكس واي. طيب انا عايز اسالك حاجه واحده بس، هو مرض عمى الالوان بيحصل بسبب وجود جين سائد ولا جين متنحي؟ لا يا دكتور، جين متنحي. وهو بيقول لك مصاب بعمى الالوان، يبقى انا هحط هنا ايه اكس سمول. ليه؟ لان عشان تعمل واحد مصاب بعمى الالوان لازم يكون عندي ايه؟ لازم يكون عندي جين متنحي اللي هو الاكس سي سمول، الاكس السي سمول. طيب يبقى الراجل ده الترز جين بتاعه او اكس سي سمول واي، ماشي. بيقول لك الراجل ده اتزوج من امراه فصيله دمها بي سليمه من مرض عمى الالوان. صلي على النبي يا دكتور. الراجل ده ممكن يبقى ليه شكلين من الطرز الكروموسومي، يا اما بي اكس سي كابيتال اكس سي كابيتال، يا اما يكون فصيله دمها بي او اكس سي كابيتال اكس سي سمول. هي انهي واحده منهم؟ والله لسه هنعرف دلوقتي. ماشي. بيقول لك سليمه من مرض عمى الالوان، لكن هما الاثنين لما اتجوزوا انجبها طفل، انجبها ذكر فصيله دمه او ومصاب بمرض عمى الالوان. اهي دي هتبين لي الام دي بي او اكس سي كابيتال اكس سي سمول ولا بي اكس سي كابيتال اكس سي كابيتال. والله بيقول لك الابن ده هيبقى او ومصاب بمرض عمى الالوان، يعني اكس واي، يعني نفس تركيب الجين اللي ابوه اكس سي سمول واي. طيب الابن ده اولا كده يا شباب بياخد الواي منين؟ والله الابن ده واخد الواي من ابوه. طيب واخد الاكس سمول منين؟ والله واخد الاكس سمول من امه. يبقى امه اكيد اكس سي سمول اكس سي كابيتال اكس سي سمول، عشان هي سليمه. ماشي هي سليمه، لكن بقى سليمه اكس سي كابيتال اكس سي كابيتال ولا اكس سي كابيتال اكس سمول؟ لا يا دكتور، هيبقى اكس سي كابيتال اكس سمول، لانها ورثت الاكس سمول ده لمين؟ لابنها الذكر. يبقى الراجل ده يبقى الست دي اكس سي سمول. طب يا دكتور عايز اعرف حاجه كمان، هل الست دي بي او ولا بي؟ اول حاجه الراجل ده الولد ده يا شباب خد او من باباه وخد الاو الثانيه من امه، ما خد او من ابوه وخد او من امه. الاو دي جايه من الاب، الاو دي جايه من الاب، والاو دي جايه منين؟ من الام. يبقى ده التركيب الايه؟ يبقى ده الطرز الجيني للام. تعالى كده نجوزهم لبعض ونعرف ايه الابن هيطلع ايه والبنت هتطلع ايه. طبعا الابن هيطلع او اكس سي سمول واي. طيب تعالى نبص كده ونجوزهم لبعض ونشوف. اول حاجه يا شباب انا عندي الاب طلع ايه؟ والله الاب او الاب او اكس سي سمول واي، دي اول حاجه. هنجوزها بالام اللي هي هتبقى بي او اكس سي كابيتال اكس سي سمول. طيب بص كده معايا، اول حاجه عايزين نجيب الايه؟ عايزين نجيب الجميطات. ماشي، هضرب هنا الاول، طبعا دول متشابهين فهختار ان هي او عشان دول متشابهين اكس سي سمول واي، وهضرب الاول في الاول فيبقى او اكس سي سمول. رائع جدا، وهحطها كده غميطه. ماشي يا دكتور. والاول في الثاني يبقى او واي. رائع جدا يا دكتور. تعالى كده نكمل معايا يا دكتور. دي كده اعتبر ان دي رقم واحد ودي رقم اتنين ودي رقم واحد ودي رقم اتنين، وهضرب الاول في الاول اللي هو الاول في الاول، يبقى بي
اكس سي كابيتال. ماشي يا دكتور. وهضرب الاول في التاني يبقى بي اكس سي سمول. ماشي يا دكتور. وهضرب بقى التاني في الاول والتاني في التاني، فهيبقى او اكس سي كابيتال وهيبقى او اكس سي سمول. تعالوا نطلع كده الايه الابن. طب انا عايز اشوف الابن اللي احنا طلع عندنا يا دكتور. والله او اكس سي سمول في او اكس سي واي يبقى او اكس سي سمول واي، يبقى ده الابن اللي طلع معانا. طب يا دكتور عايز اعرف البنت، هل البنت هتطلع بي او ولا هتطلع بي بي؟ هتطلع بي او ولا هتطلع بي بي؟ بص، البنت عشان تطلع بي بي يا شباب محتاجه تاخد بي من الاب ومحتاجه تاخد بي من الام. انا عندي الاب او يبقى اكيد البنت خدت بي من الام. ماشي. طب هتاخد ايه من الاب؟ هتاخد من الاب او، يبقى اكيد البنت عمرها ما تطلع بي بي. ليه؟ عشان البي بي دي محتاجه ان الاب يكون فصيله دمه ايه؟ فصيله دمه بي، وده ما طلعش عندي. الام هتديني بي ماشي، لكن الاب هيديني او، فهيبقى بي او. هتطلع فصيله دمها بي لكن فصيله دم هجينه. طيب يا دكتور هل البنت هتطلع اكس سي كابيتال اكس سي كابيتال ولا اكس سي كابيتال اكس سي سمول؟ بص، عشان البنت تطلع اكس سي كابيتال اكس سي كابيتال محتاج اكس سي كابيتال من الاب واكس سي كابيتال من اكس سي كابيتال من الاب واكس سي كابيتال من الام. طب انا عندي الاب اصلا ما عندوش اكس سي كابيتال، والله انا عندي الاب عنده اكس سي سمول، فهاخد من الاب الاكس سي سمول واخد من الام الاكس سي كابيتال اهي. يبقى انا عندي البنت دي هتطلع اكس سي كابيتال اكس سي سمول بس. يبقى هي عمرها ما هتطلع اكس سي كابيتال اكس سي كابيتال. ليه؟ لان هي بتاخد اكس من امها واكس من ابوها. طب انا عندي اهو ابوها اهو، ما انا عندي ابوها اهو، ابوها طلع عندي او اكس سي سمول واي، فهتاخد الاكس دي من ابوها، فهتبقى عندها اكس سي سمول اكس سي كابيتال اللي هي الاجابه رقم د. عمرها ما تطلع الاجابه رقم ب. ليه؟ اول حاجه عشان اكس سي كابيتال لازم الاكس سي كابيتال دي هيبقى في اكس جايه من امها واكس جايه من ابوها، وابوها اصلا ما عندوش اكس سي كابيتال، ابوها عنده الاكس سي سمول، فهتبقى الاجابه ايه يا شباب؟ هتبقى الاجابه د. رقم 12 معانا بيقول لك الشكلان المقبلان يمثلان نوعين مختلفين من الكائنات الحيه فيما يتشابه الكائن واحد مع الكائن التاني. اول حاجه الكائن واحد ده يا شباب قنفذ البحر. قنفذ ايه؟ قنفذ البحر. طيب ورقم 2 ده مين؟ والله رقم 2 ده القنفذ. طيب القنفذ يا شباب، بلا انفذ بلا مش انفذ. طيب القنفذ ده يا شباب بيقول لك انا عايز الحاجه اللي متشابه في قنفذ البحر مع القنفذ العادي بتاعنا. ايوه يا عم، بيقول لك كلاهما يتحرك بواسطه الاجسام الانبوبيه. بص يا سيدي، انا عندي قنفذ البحر ده بيتحرك بواسطه الاشواك، يبقى الاقدام دي مش معايا. طيب بيقول لك كلاهما وحيد الجنس. كلاهما وحيد الجنس. ليه يا دكتور؟ انا هشوف يعني ايه وحيد الجنس. اول حاجه بص الاول، وحيد الجنس يعني تلاقي منه ذكر وتلاقي منه انثى. قنفذ البحر تلاقي منه ذكر وانثى، والقنفذ العادي بتاعنا تلاقي منه ذكر وانثى، يبقى هما كلاهما وحيد الجنس. كلاهما وحيد الجنس يا دكتور. طيب بيقول لك كلاهما يتكاثر لا جنسيا بالتجدد. بص، قنفذ البحر بيتكاثر لا جنسيا بالتجدد ماشي، لكن القنفذ العادي بتاعتنا بيتكاثر جنسي لكنه لا يتكاثر لا جنسيا. يبقى القنفذ لا يتكاثر لا جنسيا بالتجدد، يبقى انا مش هيمشي معايا الاجابه دي. انا عايز حاجه هما الاثنين يكونوا متشابهين فيها، لكن قنفذ البحر بيتكاثر لا جنسيا بالتجدد ماشي، يبقى دي الجيم مش هينفع معايا، لانه انا عايز حاجه يكون في ده وفي ده، هما الاثنين يكونوا زي بعض. طيب بيقول لك كلاهما يتحرك بواسطه الاشواك. والله قنفذ البحر لسه قايل لك ان قنفذ البحر بيتحرك بالاشواك ماشي، لكن القنفذ العادي بيتحرك برجله اهو، رجله اهو بيتحرك بيها، مش محتاجه يعني. فادام بيتحرك برجله يبقى لا، طبعا لا يتحرك بواسطه الاشواك. ليه؟ لان ده بيتحرك بالاشواك لكن ده بيتحرك برجله، فهم مختلفين فيها. انا عايز حاجه يكون فيها متشابهين، فالاجابه هتبقى عندنا يا شباب ب. رقم 13 معانا يا شباب بيقول لك تزوج رجل من امراه فانجب ابنا مصابا بالعته الطفولي. هتقول لي يا دكتور يعني ايه العته الطفولي؟ هقول لك العته الطفولي ده يا شباب من الامراض المميته المتناحيه، من الامراض الايه؟ المميته المتناحيه. يعني انا لو لقيت الشكل ايه سمول يبقى ده الفرد ده ايه؟ الفرد ده هيموت لانه من الامراض المميته المتناحيه. ماشي نكمل. عاش عده سنوات ثم مات. الولد اللي احنا خلفناه عاش عده سنوات ثم مات ماشي. فاي مما يمثل التراكيب الجينيه للاباء والابن المصاب. عايز التراكيب الجينيه للاباء والابن المصاب. طيب اول حاجه بيقول لك ان الاب هيبقى ايه؟ كابيتال ايه سمول ماشي، يمشي معايا كده، الاب سليم فهيعيش ماشي. او ايه كابيتال ايه سمول دي هتمشي معايا برضو، ايه كابيتال ايه سمول، لكن مش هيمشي معايا ايه كابيتال. اقول لك ليه دلوقتي. طيب هل ينفع معايا الام تطلع اسمول؟ لا، الام مش ينفع معايا تطلع اسمول. ليه؟ لان لو الام طلعت معايا اسمول كان زمانها ماتت، مش اتجوزت، مش كبرت لغايه ما اتجوزت. مناعه الطفوله ده قلت لك مرض مميت، فلو لقيت الشكل اسمول فالفرد ده هيكون ميت اصلا، يبقى ده اللي مش تنفع معايا. طيب تعالى نكمل يا دكتور. الابن بيقول لك الابن مات، يبقى الابن اكيد تركيبه الجيني اسمول، يبقى انا اللي هينفع معايا الاجابه ب.
طب ليه يا دكتور؟ اول حاجه قلت لك الابن ده عشان يموت يبقى هو عنده العته الطفولي، هو ابن مصاب بالعته الطفولي عايش لمده عده سنوات ثم مات. يعني ايه ابن مصاب بالعته الطفولي؟ يعني يا دكتور تركيبه الجيني اسمه الاسمول، يبقى انا هاخد كده اسمه الاسمول. ماشي يا دكتور، او الاجابه دي اسمه الاسمول. ماشي. هنا في الاجابه د ان الام بتاعته هتبقى اسمه الاسمول، لا ما ينفعش معايا ان الام تبقى اسمه الاسمول. ليه؟ لان الام ليست مصابه بالعته الطفولي، لانها لو مصابه بالعته الطفولي مش كانت كبرت لغايه ما خلفته، كان زمانها ماتت وهي صغيره، يبقى دي مش تنفع معايا. يبقى انا اختار الاجابه ايه؟ الاجابه ب. طب يا دكتور لو انا جوزت الاي كابيتال اسمول الاي كابيتال اسمول هيطلعوا اسمول هاخد الايه من الام وهاخد الايه من الايه من الاب، ايه من هنا وايه من هنا طلعوا الابن ايه؟ اسمول. يعني الاجابه يا شباب هتبقى معانا ايه؟ هتبقى الاجابه ب معانا. السؤال رقم 15 معانا بيقول لك اذا كانت لديك عينه من ماء احدى البرك فعند فحصها بالميكروسكوب الضوئي ماذا تتوقع ان تجد من كائنات حيه دقيقه داخلها؟ بص يا سيدي، انا لما افحص عينه من ماء البرك سواء قطره ماء من ماء البرك هلاقي فيها ايه؟ والله يا دكتور ممكن الاقي فيها النستك، والنستك ده كان تبع مملكه البدائيات وكان من مجموعه البكتيريا الحقيقيه وكان ذات التغذيه. ايوه يا دكتور ممكن الاقي مين تاني؟ ممكن الاقي الاميبا، اللي بيتحرك بالاقدام الكاذبه وكان تبع مملكه الطلائعيات. ممكن الاقي البراميسيوم، الايه؟ البراميسيوم اللي هي تبع الهدبيات عشان بتحرك بالايه؟ بالاهداب. وممكن يا دكتور كمان الاقي اليوجلينا. طيب دول كلهم طبعا الاميبا والبراميسيوم واليوجلينا دول مملكه ايه؟ مملكه الطلائعيات. يبقى انا ممكن الاقي نستك، ممكن الاقي اميبا، ممكن الاقي براميسيوم، ممكن الاقي اليوجلينا، دول كلهم فين؟ في ماء البرك او في قطره من ماء البرك يا شباب. سؤال 16 بيقول لك ماذا يحدث في حاله غياب الصبغ واي في جنين انسان طبيعي. هسالك سؤال واحد، هو جنين انسان طبيعي ممكن يبقى الطرز الكروموسومي بتاعه ايه؟ والله يا دكتور جنين انسان طبيعي ممكن يبقى الطرز الكروموسومي بتاعه 44 اكس اكس وممكن يبقى 44 اكس واي. طيب هو بيقول لك انا عندي جنين طبيعي لكن ما فيهوش واي، يبقى اكيد في الاكس، يبقى 44 اكس اكس اثناء مراحل النمو الاولى. والله غياب الصبغ اكس في جنين انثى انسان اثناء مراحل النمو الاولى، يبقى اللي انا هخلف انثى. ما هو اللي انا عندي غياب الصبغ واي يعني مش هخلف ذكر، ما هو الذكر ده عنده واي، لكن هخلي الجنين الطبيعي ده هيكون ايه؟ هيكون انثى. فانا ممكن اقول ان هو ايه؟ يكون الجنين انثى انسان. وممكن بقى لو انا بقى برنس شويه عشان بيقول لك اثناء مراحل الاولى اكتب كده بعد 12 اسبوع، بعد ايه؟ بعد 12 اسبوع من بدايه الحمل، من بدايه الحمل يبدا الجنين الذي يغيب عنه الصبغ واي، الذي يغيب عنه الصبغ واي. بيعمل الجنين ده؟ ايوه بيبدا ان هو يكون المبيضين، يبدا في تكوين المبيضين ثم تتمايز باقي الاعضاء الانثويه. يبقى يا شباب بعد 12 اسبوع من بدايه الحمل يبدا الجنين الذي يغيب عنه الصبغ الجنسي واي في تكوين المبيضين ثم تتمايز باقي الاعضاء الانثويه. وبكده يا شباب خلصنا امتحان النهارده، وبشكرك جدا جدا لو وصلت لغايه هنا من الفيديو، واستنونا يا شباب في فيديو واستنونا في فيديو جديد.